السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الوكيل، دي قناتي تحليل رياضي. بالنسبة للناس المتابعة الأمم الأفريقية، نقول ألف مبروك للمرابطون الموريتانيون وهارلك للجزائر. يعني تمنينا صعود المنتخبين، ولكن حال الكورة نتمنى الجزائر تستفيد من الإخصاء، والموريتانيون كمان نتمنى لهم الصعود، وإن شاء الله كده نشوفهم في النهايات كمان، لأنه بصراحة كده منتخب يعني مجتهد، منتخب يستاهل من تطور لتطور. بالرغم إنه المبارتين الأوائل ديل يعني ما كان الأداء المطلوب، حتى يعني من الموريتانيين نفسهم ما كانوا يعني ما كانوا راضيين بالأداء، ولكن مع مع الزمن المدير قدر يعني من مباراة لمباراة قدر يعني يولف التشكيلة، وقدر يعني يخط لمساته، وبصراحة كده يعني يستاهل مرابطين، يعني يستاهل يعني منتخب مجتهد لدرجة، بالرغم انه يعني ما عندهم التجربة يعني الكبيرة ديك في الأمم الأفريقية، ولكن ناس مجتهدين ولكل مجتهد النصيب. يعني موريتانيا ما زي الجزائر في افريقيا، يعني ما زي مصر، ما زي نيجيريا، ما زي غانا يعني، لكن مجتهدين، واي زول مجتهد ده بيلقى حقه يعني. الف الف مبروك للمرابطون، وان شاء الله كده من تحسن لتحسن كمان. وبصراحة يعني افريقيا يعني قدمت لنا منتخبات يعني مثلا يعني الناس اللي حضرت كورة غامبيا والكاميرون. يعني كورة غامبيا والكاميرون كانت كورة جميلة جميلة جميلة. يعني الكاميرونيين عندهم فرصة واحدة انه يغلبوا بس عشان يتأهلوا، والغامبيين كذلك عندهم فرصة واحدة يعني يغلبوا بس عشان يتأهلوا، بالرغم انه الكاميرونيين يعني منتخب محترم، منتخب كبير في الأمم الأفريقية، ولكن عانى، وبفوق لذلك يعني ما استسلم نهائي واخذ الثلاثة نقاط ودخل. ونقول للكاميرون كذلك مبروك. بصراحة يعني استمتعنا، يعني بالذات كورة الكاميرون دي استمتعنا بها استمتاع والله، ونتمنى كمان باقي المنتخبات تمتعنا بالأداء الجميل. نتمنى لو كل المنتخبات الأفريقية يعني التفوق وحصد النقاط. ونقول هارد لك للمنتخب الجزائري، يعني منتخب الجزائر والله كنا نتمنى له يعني الصعود، لأنه منتخب يعني ليه اسمه وليه وزنه، ويعني بدي طعم للأمم الأفريقية، لأنه الجزائر يعني نجوم، يعني الجزائر يعني جمال بالماضي ذاته يعني مدرب، ولكن يعني على الكورة في النهاية. على العموم نحن غايته كمحبين للرياضة استمتعنا بالمباريات يعني بالأمم الأفريقية. وبصراحة التنظيم في الكونديفار جميل جدا، التنظيم في الكونديفار النسخة دي يعني بتاعت الكونديفار دي نسخة يعني ما شاء الله، يعني الملاعب جميلة والحكام منضبطين، يعني ما في يعني زي الأمم الأفريقية اللي فاتت ديك يعني افريقيا ماشية في تحسن والله، افريقيا ماشية في تحسن وفي تقدم، ونتمنى التفوق كمان، ونتمنى افريقيا الغادة، نتمنى السودان كمان. السودان لازم يستفيد من 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 اللي قاعدين يعملوه الموريتانيين ده. يعني شوفوا الموريتانيين ده يعني والله فريق محترم يعني، ونحن محبين ومشجعين للكورة الجميلة. يعني موريتانيا تستاهل التأهل، ولكن نتمنى السودان يستفيد كمان من الأمم الأفريقية دي، ونجتهد زي ما موريتانيا دي اجتهدت. يعني افريقيا ماشية في تطور وفي تطور، نحن لازم نتطور كذلك كمان. اتمنى الأمم الأفريقية الجاية نشوف منتخبنا السوداني ان شاء الله في الأمم، ونشوفه ان شاء الله كده في تقدم وفي نجاح. ونقول ألف مبروك للكورة الأفريقية، وألف مبروك لنا بالحكام. يعني كانت الحكام يعني كلهم ادوا الأداء كويس يعني، وحتى حتى ذات الملاعب
ملاعب كانت جميلة شديد في كوت ديفوار، ملاعب جاهزة، ملاعب يعني بصراحة كده اللاعب يستمتع فيها وهو بيلعب يعني. نتمنى التوفيق لكل المنتخبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.